سيدنا الشيخ محمد ضيف الله يرحمه، ربنا يرحمه ويجعل القرآن اللي كان بيقرأه في ميزان حسناته ويرفع درجاته بالقرآن إن شاء الله. كان من أحب الناس إلى قلبي، يعني صراحة أتذكر رحمة الله عليه لما كان يبقى ليا أمسية تذاع أو ليا قرآن فجر كنت أفاجأ باتصاله، وطبعا هو كان بالنسبة لي قيمة وقامة كبيرة جدا، فكان بالنسبة لي حاجة يعني أعتبرها بتنضاف لرصيدي إن هو يكلمني أو يثني عليّا ويدعي لي وكده يعني رحمة الله عليه. كان طول عمري كنت أحس فيه بالتواضع، كنا نبقى زي أولاده ويعاملنا من منطق إن أنت قارئ كبير جدًا، عمره ما بَص لنا إن إحنا صغيرين أو بيعاملك في سنك، بالعكس يعاملك كإنك أنت شخص كبير جدًا، يدّيك حافز إنك تقول أنا كويس برضه. أمّا واحد زي سيدنا الشيخ محمد ضيف بيكلمني ويقول لي: "يا عم الشيخ محمد أنت حاجة كويسة، أنت مستقبلك كذا، أنت يعني" فكان ديّة يعني باعتبره إن هو شخص طيب، الله يرحمه. يعني اللي أنا علاقتي بيه لمّا كنت آجي أزوره والّا حاجة أيام ما كان مريض أو بعد ما بطّل قرآن الفجر في الإذاعة، فأنا كلمته وجيت زُرته. بصراحة يعني ما بانساه أبدًا، دايمًا أفتكره وأدعي له بالرحمة كتير، لأنه ترك أثر حلو فينا يعني، ويمكن هو علّمنا أو إن أنا استفدت منه في إن أنا برضه أكون مع إخواننا اللي من سنّي واللي أكبر منّي واللي أصغر منّي، نحاول تعامله من منطلق إن ده أهل قرآن، تدّي له الانطباع الحلو، إن القارئ الكبير بيحترم الصغير، مش شرط إن هو قارئ صغير إن أنا أتجاهله أو ما أحطّوش في حساباتي، بالعكس أنا أحترمه وأحبه، لأن أنا شُفت سيدنا الشيخ محمد ضيف كان بيعمل كده رحمة الله عليه. الله يرحمه، ويعني أقول للبلد كلّها يعني أهل طناح إن هم يعني مش هاقول خسروا حاجة كبيرة، لكن هو تارك لهم أثر جميل رحمة الله عليه. الله يرحمه ويتجاوز عنه ويتقبّله في الصالحين إن شاء الله. كنا مع حضرتك يوم آخر زيارة، كنت أنا وأحمد مقابلينك على أنا فاكر على طول. فاكر.